هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم مجدي منصور في برنامجكم الأسبوعي معكم مجدي منصور. بنكون موجودين مع بعض كل يوم اثنين من الساعة 4:30 للساعة 5، ويمكن مش هنبقى موجودين من بعد الحلقة الجاية، لأن الحلقة اللي احنا بنشتغل مع بعضينا النهاردة فيها ديت هي الحلقة ما قبل الأخيرة. ويمكن ده يؤسفني إن الموسم الأول جري بسرعة جدا وإحنا مع بعض، لكن إن شاء الله بإذن الله احنا بنحضر لموسم جديد إن شاء الله هيكون أقوى بكتير جدا من الموسم الأول. النهارده حلقتنا هنتكلم فيها عن سؤال مهم جدا جدا جدا. ناس كتير، يعني انا مش عايز اقول لحضراتكم تقريبا السؤال ده انا بتساله مرتين وثلاثه في اليوم. ناس بتتصل بيا بتقول لي يا باشمهندس انا عايز اقارن، سواء من جوه مصر او من خارج مصر، من الناس المغتربين. يا باشمهندس انا عايز اقارن ما بين منطقه كذا ومنطقه كذا في الاستثمار او في السكن. فبنقعد نرد تقريبا على كل الناس في النقط الكتير اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. فقلنا يبقى الحلقه بتاعت النهارده تكون هي الرد عن الكلام ده كله، على اساس اي حد بعد كده يسالنا نبعت له الحلقه دايركت فيشوف الحلقه ويعرف الرد على طول. ان شاء الله باذن الله الحلقه تكون قويه جدا، وهنرد على كل النقط ديت من اول حاجه لحد اخر نقطه. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقاتنا، ما تروحوش في اي حته. هذا البرنامج برعاية برحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. تعالوا بقى نبدأ حلقتنا النهاردة ونرد على السؤال اللي اتفقنا إن هو سؤال منطقي وبيتسأل لنا كتير، وهو سؤال أيهما أفضل في الاستثمار، منطقة كذا أو كذا. كذا دي اللي هي من المناطق اللي احنا شغالين عليها، اللي هنرجع نقولها تاني سريعا: الحزام الأخضر، وادي النيل كومباوند، حي أب تاون، الثورة الخضراء، الوادي الأخضر، كل المناطق اللي في غرب القاهرة. طبعا يضاف اليوم سفنكس الجديدة في الفترة الأخيرة. حضرتك النهارده وانت عايز يعني تبقى عارف الرد المنطقي لسؤال زي دوت، لازم يبقى فيه نقط معينه حضرتك هترجع لها. طبقا للنقط اللي احنا بنتكلم عليها ديت او اللي هنتكلم عليها ديت، حضرتك هتقدر تحدد الرد على السؤال اللي حضرتك بتساله لنا، وهو سؤال ايهما افضل. هل مثلا منطقه حي اب تاون، ام كومباوند وادي النيل، هل الحزام الاخضر، ام سفنكس الجديده، ام زايد الجديده، ام الوادي الاخضر، اللي هي مناطق، او الثوره الخضراء اللي هي مناطق الاستثمار ديت. اول نقطه حضرتك المفترض تبقى عارف ان انت لازم تبقى مفكر فيها انت واسرتك علشان تبداوا تبنوا القرار بتاعكم بقرار صحيح، هي نقطه غرض الشراء.
حضرتك النهارده وانت بتشتري انت والاسره بتشتري ليه؟ يعني احنا النهارده بنشتري الارض اللي احنا بنشتريها ديت او المكان اللي احنا ناويين ان شاء الله نستثمر فيه، السبب في الشراء ايه هو؟ هل حضرتك بتشتري علشان تسكن ولا علشان تستثمر؟ ده سؤال يعتبر سؤال هو محور الرد على حضرتك، فعشان كده بدأنا بيه في الرد على سيادتك. لازم حضرتك وانت بتقرر الشراء لازم تبقوا عارفين انت والاسره بتاعتك انت بتشتري باذن الله ناويين نقيم فيلا في المكان دوت او بيت ونبدا نسكن فيه، ولا ناويين ان شاء الله بعد فتره معينه سنه اكتر من سنه نبدا نعيد البيع علشان نكون حافظنا على قيمه الفلوس بتاعتنا. فحضرتك النهارده انت صاحب الرد على نقطه زي ديت. انا كحد استشاري عقاري برد عليك، انا ما اعرفش. في الاول لازم حضرتك تبقى محدد النقطه ديت، انا والله يا جماعه بشتري عشان اسكن ولا علشان استثمر. وخلينا نقول ان كل المناطق اللي احنا شغالين عليها هي تصلح للموضوعين بشكل ناجح جدا جدا جدا، سواء حضرتك كنت بتقرر السكن او باذن الله الاستثمار واعاده البيع في المستقبل. ويمكن ناس كتير جدا ما تعرفش دوت، ما تعرفش ان النهارده هي ممكن تشتري في المناطق ديت باسعار لما نيجي نضاهيها بالمناطق التانيه اللي هي اقل الاسعار اللي موجوده تقريبا في مناطق الاستثمار العقاري اللي موجوده في مصر. وعلشان كده حضرتك في القرارين سواء كنت بتستثمر او سواء كنت هتسكن ان شاء الله، قرار حضرتك هو قرار صحيح. فحضرتك النهارده علشان تكون بتقرر قرار زي دوت يبقى لازم تكون محدد تارجتك، هل هو السكن ام هو الاستثمار. طيب تاني نقطة المفترض احنا هنتكلم فيها هي البادجت الخاص بحضرتك. انا النهارده حضرتك بتتصل بيا وبتسالني والله انا بقارن ما بين منطقه س ومنطقه ق على اساس ان انا هشتري في واحده من الاثنين، بس في جاب مثلا ما بين المنطقتين بيبدا اراوند من نص مليون لمليون، مش متوفر مع حضرتك في الوقت الحالي. طيب حضرتك مش متوفر معاك المبلغ اللي هو اصلا القرار يعتبر خلاص متاخد على اساسه. طيب هل تقدر تبقى موجود معاك المبلغ دوت؟ يبقى الموضوع يختلف. يعني حضرتك النهارده مثلا قررت تشتري في المنطقه ديت، والمنطقه ديت البادجت بتاعت حضرتك وليكن 2 مليون جنيه، فحضرتك ما معكش منهم غير مليون واحده بس، وللاسف مش هتعرف توفر المليون التانيه. يبقى وانت بتقارن ما بين المنطقه ديت والمنطقه ديت، الاقرب للمبلغ اللي متاح مع سيادتك هو ده اللي هيكون تارجتك، وبالتالي على اساسه هتحدد المبلغ اللي هتشتري. يبقى البادجت الخاص بحضرتك هو تاني حاجه بنتكلم فيها، اللي على اساسها حضرتك بتقرر المكان اللي ان شاء الله هتستثمر فيه او هتسكن فيه انت واسرتك. بعد كده حضرتك مقيم فين في الوقت الحالي؟ يعني انا دلوقتي قررت اشتري، انا من سكان الهرم مثلا، فبحسب المده بتاعت من السكن الحالي لو هو سكن الاسره مثلا لحد ان شاء الله ما ابقى موجود في المكان اللي انا هستثمر فيه. بشوف انا مثلا عايز الاسره اما اجي اروح لهم الموضوع يبقى بسيط ويبقى سهل، يبقى اعرف اروح مثلا لماما او لبابا في وقت سريع. فالمنطقه ديت والله موفره لي وقت، بقدر على طول ان انا اقدر ارجع عند ماما مثلا او عند بابا في اقرب وقت وفي اسرع وقت. فبالتالي حضرتك وانت بتقرر قلت والله لا ده انا عايز مثلا بيت الاسره ابقى قريب منه، مش عايز يبقى بيني وما بينه وقت طويل. ويمكن على فكره المحاور الرئيسيه اللي بتتعمل دلوقتي سواء في منطقه دي او سفنكس زايد اكتوبر الجديده الحزام الاخضر، في محاور رئيسيه بتتعمل على اساس ان هي تقرب حضرتك من كل المناطق. ويمكن اتكلمنا في دوت في كل الحلقات اللي فاتت، وقلنا عندنا محور الضبعه، عندنا المحور الاوسطي، عندنا وصل الدهشور، عندنا طريق مصر اسكندريه الصحراوي، عندنا مناطق كتير جدا 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 هي اصلا بتقرب طريق الواحات طبعا من الناحيه الثانيه من الجهه بتاعت اكتوبر الجديده، بتقرب حضرتك من كل المناطق اللي انت عايزها. لكن وارد يكون لحضرتك وجهه نظر مختلفه، وعلى اساس ده حضرتك بتبدا تقرر. الاسره مثلا ساكنه في المنطقه ديت، فانت عايز ان شاء الله منطقه او زياره للاسره الكبيره تكون بسهوله، وعلى اساس ده بتبدا تحدد التارجت بتاع حضرتك وانت بتشتري. طيب بعد كده بنقول مكان شغلك او شغل الزوجه لو متواجد الزوجه في الوقت الحالي، يعني لو انت متجوز، لو لسه مش متجوز خد القرار وروح في اي حته ما تشغلش بالك باي حاجه. فعلى اساس مكان شغلك انت وزوجتك برضه بتبدا تقرر. يعني حضرتك دلوقتي مثلا شغال وليكن في منطقه في رمسيس مثلا في وسط البلد، فمحتاج ان المنطقه اللي حضرتك شغال فيها تبقى ما في رابط ما بينها وما بين المنطقه اللي انت بتستثمر فيها او اللي ناوي ان شاء الله في المستقبل تسكن فيها. فالمدام مثلا شغلها في اتجاه تاني فانت عايز تريحها، يعني مثلا هي قريبه من الواحات وانت قريب من وصل الدهشور،
هنا بقى تشوف المنطقه اللي في النص وتشتري فيها على اساس ان انت تبقى راضيتها وراضيت نفسك، وانتوا الاثنين اتفقتوا واشتريت في مكان يربط ما بينكم انتوا الاثنين. فعلى اساس مكان شغلك، لان ده طبعا مش هنعرف نغيره لو هو خلاص شغلك ثابت، ومنطقه شغل حضرتك متواجده في المنطقه الفلانيه، فحضرتك على اساسها بتبدا تقرر منطقه الاستثمار او السكن في المستقبل هتكون فين، ومن هنا بتبدا تقرر حضرتك هتسكن فين او هتستثمر فين على الاساس دوت. في نقطه مهمه جدا للاسر اللي عندها اولاد وفي مدارس، وهي نقطه المدارس او الجامعات. دي نقطة برضو ما نقدرش النهاردة ننكر أهميتها. يعني حضرتك النهاردة مدارس الأولاد متواجدة في منطقة قريبة شوية من الشيخ زايد، وحضرتك بتفكر تستثمر من الناحية التانية من ناحية الواحات، على الرغم من وجود المحاور اللي هتربط سيادتك واللي هتخلي الموضوع بالنسبة لك سهل وبسيط، لكن لازم تحط دي في وجهة نظر حضرتك وانت بتقرر. على اساس مثلا الاولاد دلوقتي مدارسهم في المنطقه الفلانيه، جامعاتهم ان شاء الله في المستقبل في المنطقه الفلانيه. طيب خليني افاجئ سيادتك برضو، او هي مش مفاجاه، هي معروفه. كل المدن الجديده اللي احنا بنشتغل عليها باذن الله في المستقبل، لو الاولاد دلوقتي لسه مش في مرحله الدراسه، هيكون عندنا كل الخدمات اللي حضرتك بتفكر فيها، سواء مدارس، سواء جامعات، سواء نوادي، كل حضانات، كل اللي حضرتك بتفكر ان باذن الله في المستقبل الاولاد يبقوا موجودين فيها هيكون موجود اصلا في المدن اللي احنا بنشتغل عليها. لكن خلينا نقول ان في الوقت الحالي احنا بنقرر على اساس اللي متواجد دلوقتي. الاسره دلوقتي مدارس الاولاد في المنطقه الفلانيه، فانت وليكن مثلا بتفكر ان انت تسكن في المنطقه ديت بس بعد كذا سنه، حتى لو المنطقه خلصت واكتملت وبدا السكن فيها. فحضرتك خايف ان انت مثلا مدارس الاولاد تبقى بعيده كتير جدا عن منطقه السكن، فبتحاول توازن ما بين منطقه المدارس او الجامعات وما بين منطقه الشراء اللي حضرتك باذن الله بتستثمر فيها. في نقطه تانية برضو مهمه جدا، وهي احتياجك لسرعه السكن من عدمه. انا النهارده وانا بقرر ان انا اشتري في مناطق احنا شغالين عليها، معروف ان المناطق ديت هي اقرب ما يكون للسكن، بمعنى ان حضرتك تقدر في اسرع وقت تسكن، وفي اماكن ما نقدرش ننكر ان هي لسه قدامها بعض الوقت على اساس تقدر النهارده حضرتك تبقى مكتمله وتقدر تسكن فيها. فالمناطق اللي قريبه من السكن بتكون عامل دعم قوي جدا بالنسبه لك وانت بتختار قرارك. يعني لما نيجي نقول الشيخ زايد الجديده او الحزام الاخضر، المنطقه دي او وادي النيل، مش قصدي ان انا اوجه حضرتك للمناطق دي، بس احنا بنقول على الواقع الملموس اللي حاصل في الوقت الحالي. المناطق دي بتبعد عن الشيخ زايد القديمه، او بتبعد عن وصل الدهشور، او بتبعد عن مول العرب، او بتبعد عن المدارس اللي موجوده في الشيخ زايد، او عن الجامعات اللي موجوده قريبه منك، في وقت بسيط ووقت سريع جدا تقدر ان انت في اسرع وقت تبقى موجود. ويمكن لما شرحنا اللوكيشن بتاع المناطق ديت وقفنا على الخريطه، احنا كنا بنوجه سيادتك ان انت في اسرع وقت تقدر تبقى موجود، سواء في شيخ زايد القديمه، او في الهايبر ماركت، او في اكتوبر، او في بيت الوطن، الحاجات اللي موجوده على البوليفار. فالكلام دوت بيكون داعم ليك في قرارك. خلينا نقول ان انا لو ما قلتلكش نقطه زي ديت اكون انا شخص فيك، تمام؟ فبالتالي ان النهارده لازم وانا بوجه حضرتك اكون امين، لان انا بعتبر نفسي انا اللي بشتري. فبقول لحضرتك ان المكان اللي انت بتشتري فيه لازم يكون مقارب لمنطقه السكن لو انت فارق معاك ده. طيب ايه ميزه موجوده في المناطق اللي لسه قدامها شويه والمناطق اللي احنا اتكلمنا عليها سابقاها؟ السعر. ان انت ممكن في المناطق اللي لسه قدامها شويه زياده، سنه زياده مثلا في السكن، هتلاقي ان السعر هناك اقل شويه، وهنا ده هيكون عامل مهم، وترجع للنقطه اللي اتكلمنا فيها على اساس ان هي توجهك. خلينا نقول النقطه دي برضو قبل ما نطلع فاصل، وهي مكان تواجدك الحالي دلوقتي سواء في مصر او خارج مصر. يعني حضرتك دلوقتي موجود بره مصر، فالموضوع طبعا مش فارق معاك، ومش هيفرق معاك ان كنت هتبقى موجود في منطقه حي اب تاون او وادي النيل. انت بتقرر قرار، بتشوف الحاجات التانيه اللي قلناها ديت وعلى اساسها بتقرر. لكن لو انت مقيم دلوقتي مثلا في الشيخ زايد، في الغالب بنسبه كبيره هيكون استثمارك في اقرب نقطه ليك في الشيخ زايد، وهي وليكن مثلا الحزام الاخضر او سفنكس الجديده او وادي النيل، لان انت بتقرر على اساس ان انت تروح تبص على ارضك في اسرع وقت، على اساس ان انت تتابع مشروعك او الحاجه اللي انت بتستثمر فيها في المكان دوت في اسرع وقت. فده برضو بيكون عامل مهم، وحضرتك بتبدا تختار ايه القرار بتاعك. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل، وان شاء الله باذن الله في نقط مهمه جدا ما تروحوش في اي حد. هذا البرنامج برعاية
مرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، ونكمل حديثنا عن السؤال الدارج اللي بنسأله كتير، وهو أيهما أفضل في الاستثمار في المناطق اللي احنا شغالين عليها. وصلنا لنقطة مهمة وهي نقطة احتياج حضرتك. انت النهاردة وانت بتشتري، احنا معروف المناطق اللي بنشتغل عليها، في مناطق منها بإذن الله في المستقبل هتكون فيلات، وفي مناطق منها ممكن تعمل فيها شقق أو دوبلكس. على اساس الموضوع دوت حضرتك هتقرر، والله انا عايز باذن الله في المستقبل انا ابني بقى بيت، والبيت دوت يكون فيه شقه ليا، وعندي بسم الله ما شاء الله 3 4 اولاد، فعايز كل واحد فيهم يبقى عنده شقه. فبالتالي حضرتك قرارك يعتبر مقفول خلصان. انت هتشتري في المكان اللي بيكون فيه المباني شقق، او تقدر تعمل شقه فيها، ويبقى الموضوع بتاعك عماره اكتر منه فيلا. لا والله انا حلم حياتي انا والاسره ان احنا يبقى عندنا فيلا، برضو يبقى موضوع حضرتك محسوم. حضرتك قرارك مبني على ان انت باذن الله هتروح لمنطقه هي موجود فيها فيلات، فبالتالي انت اللي بتقرر. انا بقرر النهارده عايز ابقى موجود في شقه انا والاسره في المستقبل، فهشتري البيت بتاعي في منطقه هي اصلا ارتفاعات مش فيلات، ارضي واتنين وليكن. فبالتالي حضرتك هتروح المنطقه زي اكس مثلا من المناطق اللي احنا شغالين عليها. طيب انا والله لا عايز ابقى عندي فيلا ويبقى عندي جنينه ونعمل بول، ويبقى هو ده انا كنت بحلم من بده من يوم ما اتولدت. فده هيبقى حضرتك هتقرر في المناطق اللي هي هيكون باذن الله التخصيص بتاعها فيلات، وعلى اساسه قرارك هتقدر تبنيه ان شاء الله. بعد كده معروف ان كل المناطق اللي احنا شغالين فيها المرافق، الدوله بسم الله ما شاء الله يعني مش مقصره في النقطه دي خالص، وبتضخ بشكل قوي جدا في دعم المرافق في كل المناطق الجديده، سواء في زايد الجديده، اكتوبر الجديده، سفنكس الجديده، الحزام الاخضر. كل المناطق ديت دلوقتي المرافق يعتبر شغالين فيها بشكل قوي جدا جدا. ويمكن نقلنا لحضراتكم في الحلقات اللي فاتت وشكرنا رؤساء الاجهزه والمعاونين ليهم على الشغل اللي بيقدموه في المناطق المذكوره. فحضرتك النهارده ممكن وانت بتفكر بتنزل تشتري، يعني انا بعض الناس بيجي يقول لي والله لا ده انا مش عايز اعدي حوض 24 في الحزام الاخضر. طب ليه يا باشمهندس؟ يقول لي والله اصل حوض 24 هو المرحله اللي خلصت دلوقتي. هي طبعا احنا كنا عارفين ان في الحزام الاخضر مثلا المرحله الاولى كانت من حوض 1 لحوض 16، بعد كده من حوض 16 لحوض 24. فانا مش عايز اعدي حوض 24. احاول اقنع فيه يا باشمهندس والله العظيم خطه الدوله شغاله، وحوض 24 هو الخطه الثالثه لحد حوض 48. بتحس ان هو خلاص باني القرار بتاعه على المرافق، فبيقول لك مش هتحرك بره منطقه ما فيهاش مرافق. ممكن يكون هو خاطئ، لكن هو قراره بياخده على اللي هو شايفه صح، هو من وجهه نظره صح. وانا كاستشاري عقاري بقول له وجهه نظري على فكره كلها تترفق، على فكره كلها تخلص مرافق، لكن هو وارد يكون قرار حضرتك وانت شغال وبتبني قرارك انت واسرتك مبني على موضوع المرافق او الخدمات اللي انت عايزها تكون بدات تشتغل في المنطقه، او بدات تتفنش، او بدات تخلص. بعد كده نظره اهل الاختصاص. يعني حضرتك النهارده يقول لك ما خاب من استشار وما خاب من استخار، او ما ندم من استخار. ممكن يكون انا بقول المثال بشكل خاطئ، بس هو المجمل بتاعه ان انت لما بتستشير الناس اللي عندها علم، واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، الناس دي هي اللي بتفيدك. والله انا رجعت مثلا انا قررت اشتري في المنطقه الفلانيه، فدورت على حد يكون اهل علم او اهل ذكر او فاهم في المنطقه ديت، ورجعت له والله انا عايز 1 2 3 4 وعايز اشتري بيت لي انا والاولاد. والله انا عايز استثمر، عايز احط مبلغ معين، وعايز وجهة نظرك المبلغ ده ممكن بعد فترة معينة سنة او سنتين يكون هيجني معايا قد ايه ثمار من نجاح او من استثمار ناجح. وده بالتالي بيساعد حضرتك في ان انت تقدر تبني قرارك برضو بشكل صحيح. قلنا قبل كده يمكن نقطة هي معادة شوية بس برضو مهمة، اللي هي بداية الانشاءات بالقرب من المنطقة اللي انت موجود فيها. يعني قلنا برضو لو انت النهارده مثلا بتشتري في الحزام الاخضر، فانت اول ما بتنزل الحزام الاخضر وليكن بتلاقي ان المنطقة بدأ يحصل فيها مباني ومشاريع كتير وناس ساكنة. في وادي النيل هتلاقي جنب منك ماونتن فيو، هتلاقي منك مشاريع تانية كتير مبنية بالفعل، قدام منك مشاريع بتتبني. سفنكس الجديدة نفس الموضوع، الناحية التانية في اتجاه اكتوبر الجديدة في بعض المشاريع بدأت بالفعل تشتغل، فانت برضو اللي بتحس بيه انه يكون اقرب لتارجتك. اخر حاجه تقريبا هنتكلم فيها هي نظره عامه للمدينه اللي هيبقى متواجد فيها الارض بتاعك. انت برضو لازم يكون ليك دور معايا وانا بساعدك وانت بتقرر القرار بتاعك. حضرتك لازم يبقى ليك نظره عامه، انا شايف المنطقه ديت والله في المستقبل تارجتنا ان شاء الله فيها انا واسرتي ناجح بنسبه قد ايه، ولازم تدعم الاستشاره اللي انت بتاخدها مننا بقرار مبني برضو على تفكيرك الشخصي، لان ده يحترم وهو الاساس اصلا اللي احنا بنحاول نساعدك في النهايه عشان توصل.
تقريبا النهارده الحمد لله اتكلمنا في نقط كتير ممكن تلخص الرد على السؤال المهم جدا واللي كان لازم قبل ما نخلص الموسم الاول نرد عليه، وهو سؤال ايهما افضل في الاستثمار، منطقه كذا ام منطقه كذا، على اساس المناطق اللي احنا شغالين عليها. الحلقه الجايه ان شاء الله هتكون اخر حلقه من حلقاتنا في الموسم الاول اللي كان جميل جدا جدا جدا، والحمد لله رب العالمين ناس كتير جدا شكرتنا على اللي احنا قدمناه، وسواء من بره مصر او من جوه مصر ناس كتير الحمد لله رب العالمين دعمتنا وخلتنا نقدر نكمل الموسم الاول للدرجه اللي وصلنا لها ديت بنجاح. انا بشكركم جدا جدا، انتظرونا في الحلقه الاخيره باذن الله الاثنين الجاي. كنت معاكم مجدي منصور، السلام عليكم ورحمه الله.